شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقف إن شاء الله اليوم مع معنى مهم جدا من معاني هذا الشهر المبارك، وهو من المعاني العظيمة والمعاني الكبيرة، وهو ذروة سنام هذا الدين، وهو كيف نربط رمضان، أو كيف أيضا ربطت الأمة رمضان مع الجهاد في سبيل الله. الجهاد بكل معانيه، الجهاد بكل مقاصده، سواء كان جهادا باللسان، جهادا بالمال، جهادا بالنفس، قتال في سبيل الله. فرمضان باختصار هو شهر الجهاد. كثير من الناس يتصور بأن والله رمضان بما أنه ليس هنالك أكل وليس هنالك شرب والناس متعبة والناس عطشة وكذا، فلنركن إلى إيه؟ إلى الراحة. المسلمون ما عرفوا رمضان بهذه الطريقة، عرفوا رمضان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر الجهاد، شهر الجهاد، شهر القتال، شهر الغزوات، شهر النصرة لدين الله تبارك وتعالى، شهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهر السعي في إدخال الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. بهذا المعنى فإن الصيام مرتبط ارتباط مباشر بالجهاد، ولذلك نلاحظ الكثير من الغزوات والكثير من حروب المسلمين ارتبطت بهذا الشهر المبارك. فنلاحظ بأن غزوة بدر ارتبطت بالجهاد، ارتبطت بهذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة بدر في 17 من رمضان. غزوة فتح مكة ارتبطت برمضان. كثير من غزوات المسلمين، فتح الأندلس ارتبط برمضان، فتوحات المثنى بن حارثة ارتبطت برمضان، فتوحات بيت المقدس وما حوله ارتبط برمضان. إذا رمضان يجب أن لا نتصوره بأنه شهر إيه؟ شهر القعود والركون والكسل والدعة والنوم والاستراحة. لا، ما هذا المعنى. ماذا أريد من هذا المعنى؟ أنا الآن لا أقول للناس والله خلاص رمضان يجب أن نحوله إلى شهر معارك، ووفقه الله لذلك فهذا خير. ساحات الجهاد بفضل الله سبحانه وتعالى مفتوحة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المجاهدين في كل الساحات. ولكن أقول إذا كان رمضان هو بهذا المعنى فلا تجعله شهرا للخمول، وشهر للكسل، وشهر للنوم، وشهر للدعة، وشهر للراحة، شهر للراحة. لا، اجعله شهر للمجاهدة، وهو مقام عظيم جدا من مقامات التدرج في السباق إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم في كتاب المدارج: مقام المجاهدة. جاهد هذه النفس، جاهدها في الطعام، جاهدها في الشراب، جاهدها في الملذات، جاهدها في العوائد. والعوائد هنا قضية المخالطة، وقضية المآكل، وقضية المشارب، وقضية مجالسات الأصحاب. فحاول أن تقلل من كل ذلك. وأيضا كثير من البلدان للأسف الشديد، خاصة البلدان الحارة، يكثر فيها مثلا أن تمتلئ المساجد لينام الناس فيها. لا، نريد أن تمتلئ المساجد لمدارسة كتاب الله، نريد أن تمتلئ المساجد للعلم، نريد أن تمتلئ المساجد لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، نريد أن تمتلئ المساجد بقيام الليل لنورث أو نورث أو نحاول أن نكسب هذه النفس المجاهدة. وإنما العلم بالتعلم، والجهاد كذلك بالمجاهدة. فالذي يجاهد نفسه على الطاعات يكون إن شاء الله قد أعد نفسه بإذن الله إلى المقامات السامية. والذي لا يستطيع أن يعد نفسه لمثل هذه الحالات فهو تجده دائما في نوم ودائما في كسل، لا يستطيع أن يكمل يعني ختمة في شهر رمضان، هو دائما في كسل من التراويح. كيف لهذه الشخصية أن تجاهد في سبيل الله بالقتال؟ الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ومن العدة المطلوبة للجهاد في سبيل الله العدة الإيمانية، العدة الإيمانية بالصيام، العدة الإيمانية بالزكاة، العدة الإيمانية بالعمرة، العدة الإيمانية بتلاوة كتاب الله، العدة الإيمانية بمجاهدة النفس على الطاعات، العدة الإيمانية بحبس هذه النفس عن المعاصي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن والعياذ بالله قد يكون الله لا يريد لك هذا المسألة، ولكن نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فلا تكن من هؤلاء.
لأن الله قد يثبطك والعياذ بالله. إذا رأى منك الخير تتابع الخير، وإذا رأى منك الشر والعياذ بالله وعلم ما في قلوبك ما في قلبك بأنك لا تريد خيرا لنفسك ولا للبشرية ولا لأمتك خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقعدك عن الطاعات. فلنجعل شهر رمضان شهر المجاهدة بالمال، شهر المجاهدة بالنفس، شهر المجاهدة بالتحرك والعمل والسعي. فإذا جعلناه كذلك إن شاء الله هيأنا أنفسنا للأيام القادمة، وهي بلا شك الأيام القادمة ستكون أيام فتوحات وأيام معارك وأيام ملاحم. كل ما أقدمنا أو تحركنا إلى الأمام، واليوم نرى تقريبا كل ما حولنا هو عبارة عن تحركات لا نعرف ما هي المآلات، ولكن علينا أن نهيئ أنفسنا في هذا الشهر المبارك لأن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا أنفسنا بالجهاد. فأنت عندما تعطش وعندما تجوع وعندما تمتنع عن الملذات وعندما تجاهد نفسك في التراويح وتجاهدها في عمل الخير، تذكر أو استحضر معك أنك تهيئ نفسك للجهاد في سبيل الله. ويكون ذلك من التحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأقل شيء حدث نفسك بذلك، وتدارك بأن شهر رمضان ليس شهر القعود ولكنه شهر العمل وشهر السعي وشهر الجهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل